إبراهيم فايق بدأ امبارح الحلقة بتاعته بالكلام عن الصورة المسربة للاعيبة نادي الزمالك اللي كانت وقت أزمة الإمارات، وكل ضيوفه كانوا قاعدين عادي، وكان من ضمنهم الأستاذ إبراهيم المنيسي اللي هو رئيس مجلة تحرير النادي الأهلي. وإبراهيم فايق كان بيتكلم وبيقول إن ما ينفعش. طب تعال نشوف إبراهيم قال إيه. أرى أنه لم يكن هذا لائقا بالنادي الأهلي. أدنى واحد يقول لي أو الصورة ديت صورة موجودة ويعني متداولة وكذا وكذا وكذا، متداولة على صعيد أن هي مسربة، التداول هي مسربة، ما أخدتش الشكل الرسمي على الإطلاق، هنا بتاخد صبغة رسمية. وهنا زي ما سمعتوا كده إبراهيم كان بيوضح إن الصورة مسربة وما كانش ينفع حتى أخلاقيا علشان خاطر اللعيبة أو أهالي اللعيبة ما يتأثروش نفسيا أو يستعيدوا ذكريات الحادثة اللي حصلت ديت وقت الإمارات. إنما بقى الأستاذ إبراهيم المنيسي كان ليه رأي تاني خالص، تعالى كده نسمعه مع بعض. أنا ضد اللي أنت بتقوله إنه الصورة سربت، لا كان مقصود الإساءة زي ما شفتوا وسمعتوا كده بالظبط، لا الصورة مش مسربة وما فيهاش أي إساءة، وده كان رأي الأستاذ إبراهيم المنيسي وفضل مصمم عليه طول الحلقة، حتى لما أي حد كان بيكلمه كان برضه مصمم إن دي صورة مش مسربة وإن ما فيهاش أي حاجة أخلاقيا خالص، مع إنه هو الأستاذ إبراهيم وقت الأزمة نفسها اللي هي السنة اللي فاتت وقت الأزمة كان ليه رأي تاني خالص غير اللي هو قاله ده. فتعالى كده نسمع مع بعض هو قال إيه. للثلاثة عبد الواحد ودونجا ومصطفى شلبي وهم واقفين قدام هيئة المحكمة، صورة فيها معاني كتيرة قوي، لكن تسريبها أمر غير جائز وغير لائق. أيوة زي ما انتم سمعتوا كده كلمة تسريبها اللي هو أكد عليها، يعني الصورة مسربة، يعني هو عارف وأنا عارف وأنت عارف والدنيا كلها عارفة إن وقتها كنا عارفين إن الصورة كانت مسربة. طب يا أستاذ إبراهيم اللي بيتداول الصورة دي يبقى إيه؟ والاستمرار في تشهيرها وانتشارها مش سلوك طيب أبدا، وإحنا لما بننهى الناس عن سلوك أو عن حاجة ما ينفعش نكرره. بس أعتقد يا أستاذ إبراهيم إن هم هيشيروها، ينفع كده؟ بص يا أستاذ إبراهيم إحنا لازم نضرب لهم مثل حلو عشان نقفل الحكمة. الشاعر بيقول لك: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. حلو بيت الشعر ده يا أستاذ إبراهيم، أيوة كده لازم نعرفهم إن اللي هيعمل كده عار. أنت اخترت الكلمة صح. طب يا أستاذ إبراهيم معلش قبل ما نقفل الفيديو ده عايزك توجه كلمة للشمتانين. أرجوكوا كفوا عن الشماتة، أرجوكوا ما تقعوش في المنطقة غير الأخلاقية دي. كفايه يا استاذ ابراهيم اللي انت قلته، وبصراحه انا مش عارف اقول ايه ولا عارف ان انت نفسك هتقول ايه لما تشوف الفيديو ده. اللي غلط لو طلع قال انا غلطت هيبقى احسن 100 مره من انه يفضل يقاوح في الباطل ويبقى ده شكله ومنظره في الاخر.